وكبيرة جدا للجماهير المغربية وحتى الجماهير الأردنية بهذا التأهل. أخيرا تم التعرف على من سينشط هذا النهائي، نهائي هذه النسخة الاستثنائية من كأس العرب في قطر 2025. الجماهير المغربية حاضرة بقوة وكل شيء تلون بالأحمر هنا في سوق واقف. سأنقل الصورة مباشرة للجماهير. ألف مبروك، سعداء جدا بعد التتويج. تعرفتم عن المنافس أيضا، الأردن. أردن مغرب النهائي. وتأهل الأردن إنما يدل على قوة المدربين المغاربة الصراحة، لأن بقيادة جمال السلامي راه يواجه مدرب المنتخب المغربي يعني طارق السكتيوي. الفينال إن شاء الله يكون مغربي 100%، سواء ربح المنتخب المغربي أو الأردني، يعني يكون في طابع مغربي بالطبع، لكن نتوقع فوز المنتخب المغربي بحصة عارضة كما اليوم. يعني فوز ب3-0 في نصف النهائي يدل على رباطة جأس وقوة فريق قادر على حصد اللقب بسهولة يعني. ألف مبروك مرة أخرى. الجماهير المغربية احتفلت قبل قليل في أجواء رائعة وكانت تنتظر في المنافس الآن هو المنتخب الأردني الذي قدم مردود رائع بقيادة السلامي منذ بداية البطولة. والله أنا الصراحة يعني أنا ما شاهدت أي مقابلة الأردن، بس يعني حسب ما الأصداء والنتائج. أيوة النتائج طبعا منتخب قوي يعني بينتظرنا، بس إن شاء الله الفوز يعني في النهائي إن شاء الله المغرب. فوز المغرب. توقعاتكم كيف عشتوا هذه الأجواء اليوم، الفرحة اليوم هنا في سوق واقف وتعرفتوا على المنتخب المنافس في النهائي؟ أجواء كتير حلوة، يعني عشنا أجواء وإحنا كنا متوقعين فوز لنا، ودائما المغرب لنا إن شاء الله. أيضا حاضر رفقة العائلة هنا في سوق واقف. عليكم السلام. أجواء رائعة، مباراة قوية جدا. المغرب الأردن في استاد لوسيل المونديالي. لا إن شاء الله. كنا أول حاجة كنشكروا الجماهير ديالنا المغربية اللي كانت متعلقة بصح في هذا الجيم هذه. ان شاء الله وكان الفوز مستحق بالنسبه للمغرب. 3-0 في نصف النهائي راه كانت مباراه قويه ديال بصح، وان شاء الله كنتمنوا لهم فوز مع الاردن، وان شاء الله غادي يربحوا الاردن. وعاش المغرب وتبارك الله عليكم. الله يحفظك، تبارك الله عليكم. الاجواء رائعه، جماهير مغربيه في كل مكان. المغرب الاردن هو العنوان الابرز لهذه النسخه في استاد لوسيل المونديالي. ان شاء الله احنا في انتظار المنتخب الاردني، واكيد راح نقدم اداء مبهر اللي راح يخلينا ناخذ الكاس على المغرب ان شاء الله. الاجواء كبيره. المنتخب اليوم فاز بثلاثيه نظيفه على الامارات، قدم مردود قوي، يعني رساله قبل مباراه النهائي. هي بصراحه الاردن منتخب قوي، ولكن احنا جاهزين وتايقين في سكيتيوي، والجماهير ديالنا هي نقطه القوه ديالنا، وديما مغرب. وان شاء الله التفوق ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله للمنتخبين. مباراه قويه تنتظركم. حدثني فقط عن الاجواء اليوم، كيف شجعتم المنتخب وكيف حتى فاز بالثلاثيه؟ احنا في البطوله كامله شجعنا المنتخب، يعني 90 دقيقه واخا كيخلص الماتش كنكملوا الماتش كنجيو وكنحتفلوا. يعني احنا مولفين بهذا الشيء، مولفين بالانتصارات ومولفين، وان شاء الله بقات خطوه وحده للبطوله ان شاء الله. وكنتمنى الفوز المنتخب الوطني، لما لا نفوزوا بهذا اللقب ان شاء الله، ونفوزوا بكوب دافريك الجاي ان شاء الله في المغرب، وديما مغرب. وان شاء الله 3-0 على الاردن ان شاء الله، وهارت لك السلامي من دابا. مباراة قوية تنتظركم، خاصة بين المدربين يعرفان بعضهما جيدا، سكيتيوي من جهة والسلامي من جهة. ولكن كعب السكيتيوي كعب عالي على السلامي. ان شاء الله بحول الله غادي نفوزوا ب3-0 ان شاء الله كما اليوم، وان شاء الله غادي نديو لا كوب هنا وغادي نديو لا كوب دافريك في المغرب ان شاء الله بحول الله تعالى، ان شاء الله بحول الله. الجماهير المغربية حاضرة بقوة، العالم المغربي أيضا حاضر. تعرفتم على المنافس في النهائي، تحتفلون الآن في نصف النهائي. مباراة قوية يوم 18 باستاد لوسيل. ايوه ان شاء الله احنا واثقين في ريوسنا كما صار اليوم. يعني كنا صراحه واثقين اننا راح نفوز، ولو الخصم كان صعب، بس الحمد لله. يعني عندنا فريق ممتاز، وعندنا مدرب سكيتيوي احسن مدرب، يعني اللي يعني يوصل لك الشيء اللي تبيه في الفريق يعمله. والحمد لله ان شاء الله مربوحه ضد الاردن. كل التوفيق ان شاء الله جميع الجماهير. كلمه اخيره بسرعه فقط. أنا مشجع جزائري، منتخب جزائري، راح نساعدوا إخواتنا المغاربة في هذا الكأس إن شاء الله، وإن شاء الله الكأس تكون مغربية، وتظل إن شاء الله الكأس في إفريقيا دور علينا إحنا والمغاربة وتوانسة إن شاء الله. وراه نقول لكم ديما مغرب ديما مغرب، وعاش الملك خويا. إذا هذه الاحتفالات هنا آسيا، جماهير المغربية بقوة في انتظار وصول الجماهير الأردنية للاحتفال معا بعدما تعرف على من سينشط نهائي